افضل شامبوهات طبيه انا جربتها لشعري هتغنيكم ان انتوا تستخدموا اي شامبو مستورد بعد كده. هنبدا باول شامبو وهو ريبون شامبو. الشامبو ده يا جماعه حجمه كبير كويس جدا للشعر الجاف والشعر التالف، وطبعا كل الشامبوهات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي هي ما فيهاش سلفيت ولا بارابين. خلينا نكمل بقيه الشامبوهات اللي حجمها كبير. ده لسه حديث، روت تو اند شامبو، برده حجمه كبير جدا يا جماعه، مناسب قوي بقى للشعر الجاف والجاف جدا، يعني هو مش هيمشي مع الشعر الدهني، وطبعا الشعر اللي انتي صبغتيه او فردتيه بيمشي معاهم. طبعا الشامبوهات دي كويسه جدا. الشامبو اللي بعده اسمه جو ثيك شامبو، ده من احلى الشامبوهات اللي انت تقدري تستخدميها بقى لجميع انواع الشعر بما فيهم الشعر الدهني، لان هو فيه بديل للسلفيت اللي المفروض بينظف معانا كل الزيوت اللي بتكون موجوده للشعرايه من غير ما يعمل معانا المشاكل اللي بيعملها السلفيت. يعني انت هتستخدميه بامان تماما من غير ما تحسي ان شعرك ناشف جدا، وفي نفس الوقت هو شعرك نظيف جدا 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 بجد، وده يعتبر يغنيكي عن اي شامبو مستورد انت بتستخدميه. الشامبو حجمه 400 مللي وطبعا يقعد معاكي وقت طويل جدا. فيولا شامبو ده من الشامبوهات الحلوه قوي يا جماعه لكل انواع الشعر، بس مش عايزه يكون شعرك دهني جدا، يعني عايز شعرك يكون مختلط، هيكون انسب معاكي. الشامبو بتاع نوال، الشامبو ده حلو قوي برده مناسب لجميع انواع الشعر. من الحاجات اللي انا خلصتها برده شامبو اسمه سوافورت من شركه لابيوتي. الشامبو ده هو معالج لفروه الراس، انت المفروض بترجيه كويس جدا وتحطيه على فروه الراس علشان ينظف فروه الراس، في نفس الوقت يحفز الدوره الدمويه اللي موجوده في فروه الراس. بس مشكلته الوحيده معايا ان انا لما كنت بستخدمه كان بيقع من هنا لان هو قوامه خفيف جدا، فلازم لما تجيبيه تفضلي حاطاه بالطريقه دي. ما تنسوش ان انتوا تشيروا الفيديوهات دي مع صحابكم علشان تعرفوهم بكل البدائل اللي هم يجيبوها.